الانسان مر بحاجات كتير جدا منذ الطفوله لحد ما يتكل على الله. هل الانسان بيفضل بنفس الشخصيه طول السنين دي؟ لا، وما ينفعش. تخيل ان انت بنفس شخصيتك وانت عندك 7 سنين، بلاش نفس شخصيتك وانت في ثانوي، يا نهار اسود ومنيل. فالانسان مش بس شخصيته بتتغير، هي كمان بيكون ليها جوانب مختلفه. تخيلي معايا شخصيتك مع اهلك هي شخصيتك مع صحابك، ما ينفعش. لكم المثال، انا بما ان احنا اتفقنا ان يبقى اوفر شير في الفيديو اللي فات وانتوا بقيتوا عيلتي واصحابي، اوفر شير معاكم. انا مع مجموعه من الاشخاص شخص عصبي جدا، مع مجموعه اخرى من الاشخاص انا شخص فرفوش لذوذ حبوب دمي خفيف وبلم اللمه الحلوه، مع مجموعه اخرى من الاشخاص انا رغايه جدا، اللي يعرف يسكتني يسكتني. ودي معلومه قلتها لكم الفيديو اللي فات، ولكن المعلومه الجديده اني مع مجموعه اخرى غير الاخريات من الاشخاص اللي يعرف يطلع مني 3 كلمات هياخد جايزه في اخر القعده. على راي الفنانه شيرين، انا كتير، انا 1000 حاجه على بعضها في حاجه واحده. انا الشخصيات دي كلها، العامل المشترك الوحيد بين كل الشخصيات دي هما 2. الاول اني مش بمثل في ولا واحده فيهم، دول انا. التاني اني لازم اكون مرتاحه في الشخصيات دي كلها. الفكره كلها ان انا محتاج احبني بكل شخصياتي واتقبل ان انا ليا جوانب مختلفه، وكمان الجوانب المختلفه دي هتتغير وانا هتغير. ما ينفعش الانسان يحصر نفسه ويلم كل الليله اللي هو عاشها دي ويحطها في شخصيه واحده. في شخصيه هتتحمل كل ده. طب يا افنان، مين الشخص الوحيد المطلع على كل هذه الجوانب؟ انا. محدش يعرفني كلي غيري، ممكن جوزي عشان هو بيشوفني بتغير مع الناس دي كلها، بيروح معايا البيت يضرب كف على كف. الشله اللي فاتت معرفناش نسكتك، النهارده ما اتكلمتيش ليه؟ مش بلاقي له مبرر، بس مع الوقت هيفهم، وانتوا كمان مع الوقت هتفهموا. لو عملتوا لي فولو وتابعتوني هشرح لكم اكتر، هاوفر شير اكتر. فاهميني؟ فاهميني. سلام.